ازيكم يا حبايب القلب؟ عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهارده كده خدكم معايا كده هنعمل الصالة هنا. زي ما انتوا شفتوا كده في بداية الفيديو، الصالة عندي حاجة على بعضها، حاجة فظيعة جدا. تعالوا بقى كده النهارده هنتحمس ونتشجع ونتنشط كده. خلاص مفيش وقت، خلاص رمضان على ابواب وانا ما عملتش اي حاجة في البيت غير بس اوضة البنات اللي انتوا شفتوها، وانا شاركت معاكم الفيديو، بس ما عملناش حاجة تانية في البيت كله غير كده. طبعا هنا سجدة وحالة زي ما انتم شايفينهم مزاوليني، والله ما بعرف اعمل حاجة حتى مش من البيبي بس، ده منهم هما كمان. تمام، فانا ما كانش عاجبني خالص منظر الصالة عندي. طبعا دي اوضة القعاد اللي احنا بنقعد فيها، ما كانتش عجباني خالص وكانت على بعضها، وقلت عشان لو حد جالنا ولا اتعزمنا ولا حد عزمنا حد يعني ولا كده، فكده المنظر مش هينفع اصلا. فما قلت لا، انا هظبط الدنيا كده وهخلي المنظر احسن من كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا كنت عامله قبل كده كسوه للركنه، تمام، وقلت بقى ايه، هشيل الركن الكسوه اللي انا عاملاها دي وهحط كسوه تانية جديده، اللي انا اسفه كنت عاملاها جديده. تمام. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا متنسوش لو انتوا اول مره بتشوفوني، انا اسمي جينا ودي قناتي، اتمنى كده تنوروني في قناتي، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه لو لسه ما عملتش اشتراك في القناه، وتحطوا لايك على الفيديو لو الفيديو عجبكم. متنسوش تنزلوا تصلوا على النبي كده في الكومنتات. هنا بقى كده زي ما انتوا شايفين، قلت بقى لازم اشيل كل ده الاول واحط كده السفنج ده على بعض على جنب، وانفض الركنه كده تنفيضه حلوه. عايزه اقول لكم بقى ليه ما او اصلا ما عملتش فيها حاجه، كنت بس بكنس كده كنسه عاديه من فوق الوش. والله اصلا ما عنديش اي وقت ان انا اعمل اي حاجه، والواحد كده بيطلع له حاجات كده مفاجاه، فما فيش اي وقت، مفيش اي وقت. واليوم سبحان الله بيعدي، انا مش عارفه اليوم بيعدي عندي انا بس كده ولا على الناس كلها، بيعدي بسرعه جدا. مفيش يعني سبحان الله، الواحد بيصحى من النوم يلف لفتين كده في البيت، خلاص اليوم خلص. فالواحد اصلا بيجي عليه الليل بيكسل بقى ان هو يعمل اي حاجه في اي حاجه، فالله المستعان. وهنا بقى كنت قلت اشيل الستاره دي واحط ستاره تانية، لقيت اني في كعبله كده وفي حاجات ملزوقه، فمعرفتش بصراحه خالص اعمل اي حاجه. هنا بقى الشباك الالمونتال هنا عندي كان نضيف مفيهوش اي حاجه، بس قلت برضه اعمل ايه كده، السلك بتاعه كان عليه شويه تراب كده، فقلت اعملهم بالمكنسه. بس هنا بقى كده قلت ايه، اشيل الحاجات اللي انا نزلتها دي من على الركنه، قلت ارجعهم تاني عليها لاني هشيل الحافظه دلوقتي معاكم، وهشيل السجاده، وكل ده هيتنفض وكل ده هيتشال. لو وصلتوا لحد هنا بقى متنسوش تحطوا لايك كده على الفيديو، متنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، ومتنسوش تقولوا لي انتوا بتتابعوني من انهي بلد. هنا كان سجدة وحلقة بيساعدوني، بيشيلوا معايا كده السفنج ده عشان هنشيله من هنا وهنحطوه في اوضه تانية، عشان طبعا كل ده زي ما قلت لكم هيتشال. الحافظه دي اصلا لما شلتها كده دخلتها الحمام، قلت بقى ايه اغسلها. حتى انا بكلمكم دلوقتي وانا بسجل الفيديو ولسه والله ما غسلتها، ان شاء الله اغسلها دلوقتي بعد ما اخلص الفيديو معاكم. ربنا يهدي ابني كده ويفضل نايم شويه عشان اعرف ان انا اقوم كده واغسلها. وكمان نقع اللحاف بتاع البنات اللي هو التاني، انا غسلت واحد فاضل واحد، وعندي شويه غسيل، فادعولي بقى. ولسه عندي كمان مشوار، لسه رايحه اجيب شويه حاجات. خلاص بقى، كل سنه وانتم طيبين عشان رمضان. ما عنديش اي حاجه في التلاجة، ما عنديش الا طماطمتين، ما عنديش الا ليمونتين، فلفلتين، مفيش اي حاجه في التلاجة لاني ما نزلتش الاسبوع اللي فات ده عشان اتسوق. فهنزل بقى ان شاء الله كده النهارده باذن الله، ادعولي بس اخلص كل ده كده على خير. هنا كده شلت بقى السجاده. عايزه اقول لكم السجاده دي اصلا داهيه. السجاده دي تعالى احكي لكم قصتها، بس هنا ساجده وحاله اصلا مش سايبني برضه. السجاده دي تعالى احكي لكم قصتها. انا كنت نازله الكلام ده كان جايبه السجاده دي مثلا من 2022، بقى لها ياما عندي، يعني بقى لها ما شاء الله داخله في 4 سنين اهو. كنا برضو ايام عيد زي كده، وقلت بقى انا هجيب ايه، حافظه. المهم لما نزلت عشان اجيب الحافظه لقيت الحافظات اسعارها غاليه، وما كانش المقاس اللي انا عايزاه كمان موجود. تمام. المهم بقى ايه، لقيت السجاده دي عند الراجل في المحل اللي انا بشتري منه مستخبيه كده لجوه. قلت له السجاده دي بكام؟ راح قال لي السجاده دي يعني فيها غلطه، وايه انا هرجعها المصنع.
قلت له بكام يعني؟ راح قال لي السجاده دي عامله 850. قلت له طب لو هلعبها بالغلطه اللي هي فيها دي؟ قال لي احسبها لك 600. المهم من هنا لهنا 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 خدتها ب 500 جنيه اللي هو اصلا تمن الحافظه اللي انا كنت هشتريها. فالحمد لله والله ربنا وفقني وجبت السجاده دي. الحمد لله محدش شافها الا لما قال لي الحمد لله ان ربنا عوضك، يعني ايه احسن من الحافظه طبعا الف مره. على الاقل اسمها سجاده، وعايزه اقول لكم غسيل وفرش وتحفه تحفه، ومغطيه الارض كلها. انا بفرشها اصلا في الشتاء لاني بتدفيلي المكان، بصراحه بتدفيلي المكان. وبحط عليها الحافظه زي ما انتوا كنتوا شايفين كده، بحط عليها الحافظه بتبقى حلوه قوي مش وحشه يعني، لذيذه. تمام. هنا بقى كده قلت اجمع كل التراب ده. بصوا السجاده عايزه اقول لكم نزلت بلاوي، مع اني بكنسها دايما بالمكنسه اللي بالكهرباء، بس فعلا نزلت بلاوي. تمام يا بنات. المهم بقى ايه، لميت كل التراب كده زي ما انتوا شفتوا. وهنا بقى زحت الركنه. بصراحه انا زي ما قلت لكم بدايه الفيديو اللي انا ما بقالي ياما قوي ما عملتش ورا منها. تمام. قلت بقى كده اشيل كل ده. وبصوا بقى سجده وحاله ما شاء الله عليهم، ما يتوصوش لما بيكونوا عايزين يخبوا لعب من بعض بيقوموا مخبيينها كده ورا الركنه، يعني بيعندوا في بعض. بصراحه انا مش عارفه ايه العيال دي. إيه مثلا تكون اختها شبطانه في لعبه، تقوم بقى تقول لها ايه، طب ماشي هدالك شويه كده، هدالك مش عارفه ايه، تقوم بقى واخداها وتقوم ما شاء الله عليها وتقوم مخبيها كده ورا الركنه زي ما انتوا شفتوا كده. هتشوفوا دلوقتي كميه لعب كمان هتطلع من الناحيه التانية. طبعا انا الركنه بتاعتي اللي في الوش دي دلوقتي حالا، طبعا دي كانت اطول من كده بس انا قصيتها من العزال وطالعه نازله بالعفش بتاعي ما شاء الله عليا. ف اتقصت يعني واتبهدلت طبعا الحمد لله. فبس الله المستعان. المهم بقى هنا كده خلاص خلصت كمان. هنا بصوا قلت بقى اشيل الستاره كده هي كمان واعمل ورا منها. الركنه عايزه اقول لكم كانت زي الداهيه والله، وانا حرفيا بصوا مش قادره. بس خلاص هي الفكره طلعت في دماغي ان انا هغير كده النظام واغير المكان. فانا فعلا غيرت النظام وغيرت المكان، وحسيت بعد منها برضو براحه نفسيه. وهتشوفوا بعد كده البيت هيبقى عامل ازاي ان شاء الله. فعايزه اقول لكم ان النفسيه ما بتكون وحشه دايما الواحد كده لازم يجدد، لازم يخرج، لازم يعمل اي حاجه جديده في البيت. انا بحب اوي انقل العفش من مكانه بصراحه، بحس بتجديد بحس بتغيير. والله المستعان. يعني نحاول كده ايه اللي احنا يعني نشفي نفسينا نداوي نفسينا بنفسينا، فاهمين ازاي؟ مفيش حد بينفع حد. فالمهم هنا كده خلاص كنت خلصت خالص. طبعا حصل عطل فني في النص كده، ابني صحى بقى وكانت الدنيا ما اقولكوش، فما عرفتش اصور لكم كل حاجه بالتفصيل الممل. فكده صورت لكم بقى بعد ما فرشت السجاده وبعد ما كده يا جماعه نبقى خلاص خلصنا الحمد لله. وعايزه اقول لكم فركش الحمد لله كل ده كده اتعمل الحمد لله. شلنا كل ده وشلت الفرش القديم وحطيت الفرش الجديد ده. تمام كده زي ما انتم شايفين كل حاجة تمام. وشلت الحافظة طبعا عشان هغسلها، والسجادة دي نفضتها. اما هو ده بتاع الكسوة بتاعت الركنة. تمام كده الحمد لله. مش قادرة اقول لكم الراحة النفسية بعد ما خلصت. يلا بينا كمان نعطر كده ونوش تحفة. كل سنة وانتم طيبين. متنسوش بقى لو الفيديو عجبكم متنسوش تحطوا لايك على الفيديو كده، وما تنسوش لو انتوا اول مرة بتشوفوني تشوفوا قناتي اتمنى كده تعملوا اشتراك في القناة. ما تنسونيش بدعوة حلوة كده منكم. تمام. استنوا بقى اوريكم كمان بعد ما حطينا الزينة بتاعت رمضان. طفوا النور كده اهو. واو بصوا التحفة، بصوا التحفة، بصوا الجمال، بصوا حاجات بسيطة خالص كده. بصوا انا ما بحبش البهرجة خالص، انا بحب اعمل كده حاجات بسيطة خالص خالص خالص. تمام. تعالوا بقى شوفوا الصالة. بس ده مطفي، استنى اشغله لكم. الله بصوا الجمال. الله يا لوحي. الفانوس ده عايزه اقول لكم عامله له اعاده تدوير اصلا يعني. تمام. بصوا كده في الضلمه، بصوا التحفه جميل قوي. بصوا كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم. تحفه تحفه. قولوا لي كده رايكم في الكومنتات،
وقولوا لي علقتوا الزينة ولا لسه. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى كده الفيديو يكون عجبكم، وبس كده بحبكم كلكم في الله. باي 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 باي.